Hello everyone. How are you doing? I hope everything is good with you. This is Sharif speaking. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في أحسن حال. معاكم مستر شريف English teacher، والنهارده بإذن الله هناخد الجرامر الخاص بيونت 3 بالكامل في فيديو واحد، وإن شاء الله يكون سهل ومبسط. يلا نصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. طيب يا شباب، خليني اقول لك ان الجرامر الخاص بيونت 3 بيتكلم عن البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. المضارع التام واحده واحده كده نفهمه ونفصص كل حاجه فيه مع بعض. طيب خلينا نعرف اول حاجه بيتكون من ايه الزمن ده، او عباره عن ايه الزمن ده. طيب بكل بساطه الزمن ده بيتكون من السبجكت اللي هو ايه؟ السبجكت اللي هو الفاعل. يعني ممكن يكون I you he she it we they، اي حاجه من دي. وبعد كده have أو has، وبعد كده PP أو التصريف الثالث. أول حاجة بنحط السبجكت، وزي ما احنا عارفين السبجكت اللي هو الفاعل أو الشخص اللي بيعمل الحاجة. ممكن يكون اسم شخص عادي، أو ممكن يكون ضمير زي إيه؟ ضمير فاعل زي I you he she it we they، أي حاجة من دي. وبعد كده بحط have أو has، وبعد كده التصريف الثالث أو past participle PP، التصريف الثالث. طيب زي ما قلنا باحط الفعل بعد كده have أو has. طيب have باستخدمها مع إيه؟ وhas باستخدمها مع إيه؟ باستخدم has مع he وshe وit، ومع أي حاجة تانية باستخدم have. تاني باستخدم has مع he وshe وit، ومع أي حاجة تانية باستخدم إيه؟ باستخدم have. طيب كويس جدًا لحد كده. يعني مثلًا ممكن أقول لك جملة I have watched the match. I have watched the match. عملت إيه في الجملة دي؟ حطيت I اللي هو الsubject أو الفاعل، وبعد كده have، إحنا قلنا have أو has. قلنا has بتيجي مع he وshe وit. هنا باتكلم عن I، فإذًا هاستخدم إيه؟ have بالضبط كده. وبعد كده التصريف التالت watched، وبعد كده كملت الجملة فبقت I have watched the match. تمام يا شباب؟ طيب لو أنا عايز أنفي الجملة دي هاعمل إيه؟ بسيط جدًا، كل اللي محتاج أعمله هاحط not بعد have أو has. هاحط not بعد have أو has. يعني هتبقى إيه؟ have not أو haven't أو has not أو hasn't. هي haven't أو hasn't الاختصار بتاعها. طيب نشوف نفس الجملة اللي قلناها اللي هي I have watched the match، هتبقى إزاي بعد النفي؟ هاقول I have not أو I haven't watched the match. يبقى I have not أو I haven't watched the match. طيب كويس جدًا. طيب لو عايز أكوّن سؤال برضه ببساطة جدًا، كل اللي عليك هتعمله هتحط have أو has at the beginning of the sentence. هتحط have أو has في بداية الجملة. فالجملة هتكون إزاي؟ هنقول have you watched the match؟ have you watched the match؟ طيب هل أنت شُفت الماتش أو المباراة؟ طب لو هاسأل has he أو she watched the match؟ هل هو أو هي شاهدوا المباراة؟ طيب حلو جدًا. ده كان yes or no question. طب لو عايز أسأل WH question هاعمل إيه؟ ببساطة جدًا كل اللي عليك هتعمله هتحط WH word أو كلمة السؤال اللي باستخدمها، وبعد كده أكمل. يعني عايز أقول أين أو متى شاهدت الماتش، هاقول إزاي؟ إحنا قلنا هل بنقول إيه؟ have أو has وبنكمل عادي السؤال. طيب إمتى بقى؟ أو مثلًا هاقول when، هاقول when have you watched the match. حطيت when وhave you watched the match. يعني حطيت أكنك بتسأل سؤال yes or no عادي، وحطيت قبليه كلمة السؤال. طيب عايز أسأل فين مثلًا، أقول where have you watched the match، أو برضه أقول where has she watched the match. أين هي شاهدت الماتش؟ طيب حلو جدًا. ندخل بعد كده على النقطة اللي بعديها وهي الpassive. يعني إيه الpassive؟ زي ما إحنا خدنا قبل كده اللي هو المبني للمجهول. يعني إيه المبني للمجهول يا مستر؟ يعني بدل ما بابدأ الجملة بالفاعل أو الشخص اللي عمل الحاجة، هابدأ بالمفعول. هابدأ بإيه؟ بالمفعول. إزاي هابدأ بالمفعول؟ يعني بالعربي كده لمّا قلنا لقد شاهدت الماتش. طيب لو أنا عايز أبدأ بالمفعول أو أخلّيها مبني للمجهول هتبقى إيه؟ هاقول الماتش شُوهِد أو تم مشاهدة الماتش. طيب هتبقى إزاي بالإنجليزي؟ القاعدة عندنا بنبدأ بالمفعول اللي هو إيه هنا؟ اللي هو الماتش. يبقى هاقول the match. بعد كده هاحط have أو has. has مع المفرد وhave مع الجمع. وبعد كده been، وبعد كده التصريف التالت. فهتبقى the match. الماتش ده مفرد والّا جمع؟ مفرد. فهتبقى have والّا has؟ طبعًا هتبقى has. فهنقول the match has been watched. The match has been watched. تم مشاهدة الماتش أو الماتش شُوهِد. بدأت هنا بالمفعول، حطيت have أو has، واخترت هنا has علشان ماتش ده مفرد. بعد كده been، بعد كده التصريف التالت. بقت the match has been watched. طيب كويس جدًا لحد كده يا شباب. إحنا خدنا الaffirmative تكوينه في الإثبات، وبعد كده negative النفي، وyes or no question والwh question، وبعد كده خدنا الpassive أو المبني للمجهول. وأعتقد لحد كده بسيط جدًا وسهل ما فيهوش حاجة. كل اللي عليك تعرف القاعدة وتدرّب نفسك عليها أكتر بالقراية أو بالحَل. طب يا شباب بعد ما عرفنا تكوينه خلّينا نشوف استخدام الpresent perfect المضارع التام. طيب
أول حاجة وأهم استخدام هو حاجة أو حدث حصل في الماضي وأثره لسه مستمر. حاجة حصلت في الماضي وأثرها لسه مستمر. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول لك مثلا I have lost my keys، أنا إيه ضيعت أو فقدت مفاتيحي. I have lost my keys so I can't open the door، عشان كده أنا مش عارف أفتح الباب. تاني I have lost the keys so I can't open the door، أنا نسيت مفاتيحي أو ضيعت مفاتيحي فأنا مش عارف أفتح الباب. إيه اللي حصل هنا؟ حدث حصل في الماضي اللي هو أنا نسيت مفاتيحي أو فقدت مفاتيحي. الأثر اللي لسه مستمر في المضارع اللي هو إيه؟ إن أنا مش عارف أفتح الباب. تمام؟ يبقى أول حاجة حدث حصل في الماضي وأثره مستمر. طيب إيه تاني مع حدث حصل في الماضي ولسه موجود لحد دلوقتي؟ يعني إيه؟ يعني مثلا لما أقول she has lived in Cairo for 5 years. She has lived in Cairo for 5 years. طيب الكلام ده معناه إيه؟ معناها إن هي عايشة في القاهرة من 5 سنين ولسه مكملة وهتعيش. حدث حصل في الماضي ومستمر لسه هيكمل معانا. يبقى كده أول حاجتين قلناهم حدث حصل في الماضي وأثره مستمر، أو حدث حصل في الماضي ولسه مكمل أو مستمر. طيب تالت حاجة أو تالت استخدام معانا للpresent perfect وهو حاجة لسه خلصانة دلوقتي. حاجة لسه خلصانة دلوقتي. يعني إيه؟ لما أجي أقول لك مثلا I have just finished my homework. I have just finished my homework. يعني إيه؟ يعني أنا لسه مخلص الواجب بتاعي دلوقتي حالا. لسه حاجة خلصانة دلوقتي. طيب كويس جدا. طيب آخر استخدام معانا وهو بنستخدم الpresent perfect مع أحداث حصلت في الماضي بدون ذكر وقت محدد. بدون ذكر وقت محدد يعني إيه؟ يعني مثلا لما أجي أقول لك I have visited Aswan 3 times. I have visited Aswan 3 times، يعني أنا زرت أسوان 3 مرات. هل أنا حددت لك في الجملة دي إمتى أو إمتى بالظبط أو الميعاد المحدد اللي أنا زرت فيه أسوان؟ لأ. فده هنا استخدمت إيه؟ الpresent perfect. إذا هنقول الاستخدامات مرة تانية. حدث حصل في الماضي وأثره لسه موجود. حدث حصل في الماضي والحدث نفسه مستمر لحد دلوقتي أو موجود. تالت حاجة حدث حصل في الماضي ومش محدد الوقت بالظبط إمتى. رابع حاجة حاجة لسه خلصانة دلوقتي. تمام؟ طيب كويس جدا. طيب ندخل بعد كده على حاجة مهمة عايز أقول لك عليها. عايز أفرق لك بين been to وgone to وbeen in. طيب واحدة واحدة كده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أجي أقول لك been to معناها إن أنا رحت مكان ورجعت منه. يعني مثلا لما أقول لك I have been to the club، أنا كنت في النادي. اللي بيسمع الجملة دي هيفهم إيه من اللي أنا قلته لما أقول I have been to the club، يعني أنا رحت النادي ورجعت. أما أقول have been أو has been to معناها إن أنا كنت في مكان ورجعت منه. فإذا المستمع هيفهم إن أنا رحت المكان ده وجيت من غير ما أوضح. هقول I have been to the club معناها إن أنا كنت في النادي ورجعت. طيب لو جيت قلت I have gone to the club. I have gone to the club معناها إيه؟ معناها إن أنا رحت المكان ولسه ما رجعتش، إن أنا رحت النادي ولسه ما رجعتش. I have gone to the club. طيب لو جيت قلت been in. I have been in Paris مثلا، يعني أنا إيه؟ يعني أنا متواجد أو عايش هناك في باريس. I have been in. عرفنا الفرق ما بين been to معناها راح مكان ورجع. gone to معناها راح مكان ولسه ما رجعش. been in معناها إن هو متواجد أو عايش في المكان ده. زي ما قلت لك I have been in Paris. I have been in Paris يعني أنا أعيش أو متواجد في باريس. طيب كويس جدا لحد كده. خلينا دلوقتي ندخل على بعض الظروف اللي ممكن نستخدمها مع الزمن ده. طيب أول حاجة نبدأ بيها وهي ظروف بتيجي مع الزمن ده، ممكن أستخدمها في بداية الجملة أو في نهاية الجملة. طيب خلينا نشوف إيه هي الظروف دي. يعني لما أقول لك مثلا so far حتى الآن أو up till now معناها حتى الآن برضو. ممكن أقول لك over the years أو throughout the years على مر السنوات. lately أو recently مؤخرا أو حديثا. in the last month أو this week. كل دي adverbs بنستخدمها يا إما في بداية الجملة يا إما في نهاية الجملة. طيب خلينا ناخد مثال عشان يوضح لنا أكتر. يعني أنا ممكن أقول لك so far I have completed 5 chapters. so far معناها حتى الآن. ولو جت في أول الجملة بحط comma، يعني أقول لك so far بحط comma. So far I have completed 5 chapters، يعني حتى الآن أنا خلصت أو نهيت 5 فصول. طيب لو عايز أجيبها في الآخر أقول لك I have completed 5 chapters so far. طيب حلو جدا. لو نستخدم مثلا حاجة زي recently هقول إيه؟ أقول لك recently وبرضه نحط comma I have started a new job. recently I have started a new job يعني إيه الكلام ده؟ يعني مؤخرا أنا بدأت شغل جديد. طيب لو عايز أجيب recently في النهاية هقول لك إيه؟ هقول لك I have started a new job recently.
I have started a new job recently. طيب ممتاز جدًا لحد كده. طيب يا شباب خلّينا ندخل دلوقتي على مجموعة من الظروف اللي أقدر أستخدمها بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي، هي زي just، already، never، ever، وهناخد واحدة واحدة فيهم ونشرحهم دلوقتي ونعرف استخدامها إزاي. نبدأ بأول حاجة وهي just. just طبعًا سهلة جدًا وبسيطة وزي ما أنتم عارفين معناها فقط، ولكن في الحالة دي بتيجي بمعنى للتو أو حالًا، يعني إحنا عارفين إن just معناها زي only اللي هي فقط، ولكن في الحالة دي مع استخدامها مع الpresent perfect بتيجي بمعنى للتو أو حالًا. زي ما خدنا من شوية لما جيت قُلت I have just finished my homework، معناها إيه؟ أنا لسه مخلّص واجبي حالًا. هنا just جات فين في الجملة؟ أمّا قُلت I have، I الsubject بعد كده have الفعل المساعد بعد كده just، يبقى جات بعد الفعل المساعد وجه بعديها إيه؟ finished اللي هو الفعل الرئيسي. يبقى إذًا قُلت I have just finished my homework، حطيت الفعل المساعد قبل الadverb أو قبل just وبعديها جه الفعل الرئيسي، فبقت I have just finished. I have just finished my homework. وقلنا دي بنستخدمها لما تيجي تعبر عن حاجة لسه حاصلة دلوقتي. طيب حلو جدا. خليني اقول لك برضو ملحوظة بخصوص just ان في طريقة تانية ممكن اعبر بيها عن حاجة لسه حاصلة دلوقتي ولكن بدون ما استخدم just وبرضو بدون ما استخدم ال present perfect، وهي ايه؟ ممكن استخدم ago واستخدم ال past simple عادي. ازاي؟ يعني لو خدنا نفس المثال I have just finished my homework، I have just finished my homework معناها انا لسه مخلص الواجب دلوقتي، هاقولها عن طريق استخدام ال past simple. طيب هتبقى إزاي؟ ممكن أقول I finished my homework، ممكن أقول مثلًا a minute ago من دقيقة، a moment ago لسه من لحظات، يعني أنا لسه مخلّصه. فاستخدمت هنا إيه؟ استخدمت ال past simple عادي وبعديها استخدمت الفترة الزمنية اللي أنا باعبّر عنها، يعني أنا زي ما قُلت a minute ago من دقيقة، لسه مخلّصه أهو. I finished my homework a minute ago، أنا خلّصت واجبي من دقيقة. عملت إيه؟ حطيت الفترة الزمنية وحطيت بعديها ago. فاللي هنا هيسمع الجملة دي هي نفس المعنى اللي أنا قُلتها في الpresent perfect. يعني لمّا أقول I have just finished my homework ممكن أقول I finished my homework a minute ago، أو على حسب الفترة الزمنية، تحط الفترة الزمنية وبعد كده ago. طيب حلو جدًا. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا already معناها بالفعل، already معناها إيه؟ بالفعل. طيب هنا باستخدم already إزاي؟ برضه نفس المكان، بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. يعني مثلًا لمّا تيجي تقول I have already cleaned my room، I have already cleaned my room، أنا عملت إيه هنا؟ حطيت برضه subject وبعديها الhelping verb have وبعد كده already وبعد كده الفعل الرئيسي اللي هو cleaned وكمّلت الجملة my room. طيب هنا معناها إيه؟ إن أنا بالفعل نضّفت أوضتي. طيب يبقى بنستخدم هنا already للتعبير عن حاجة أنت عملتها بالفعل. يعني مثلًا أخوك بيسألك أو باباك بيسألك أنت نضّفت الأوضة؟ فأنت بتقول له أنا بالفعل نضّفتها. I have already cleaned my room، I have already cleaned my room. طيب حلو جدًا. خلّي بالك إن برضه في استخدام آخر لalready وهي استخدامها مع السؤال في حالة الإندهاش أو التعجب. طيب إزاي الكلام ده يا مستر؟ يعني أنا مثلًا لسه باقول لأخويا الصغير من 5 دقايق روح اعمل الواجب، لقيته جاي لي بعد 5 دقايق بيقول لي أنا خلّصت الواجب، فأنا مندهش، أنت لحقت تخلّصه في 5 دقايق؟ فأنا باسأله مثلًا have you finished your homework already؟ حطيت هنا already في آخر السؤال، وهنا بتدّي إيحاء أو معنى الدهشة أو أنت متفاجئ، فباقول له have you finished your homework already؟ هل أنت خلّصت الواجب بالفعل أو حقًا؟ لأن أنا مستغرب have you finished your homework already؟ فإذًا هنا already ليها استخدامين معانا، أنا حبيت أقول لك الملحوظة دي عشان ما تقعش فيها. أول حاجة بتيجي بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي، أنت بالفعل عملت حاجة. تاني حاجة بتيجي في آخر السؤال عشان تعبّر عن الدهشة أو الاستغراب، إنك مستعجب من حاجة حصلت مثلًا بسرعة أو كده. طيب ندخل بقى يا شباب بعد كده على حاجتين مهمين وسهلين جدًا وهي never وever، never وever. نبدأ بأول حاجة بnever. never معناها لا أو لم، معناها لا أو لم، وبتستخدم هنا علشان تعبّر إن أنت الحاجة دي ما حصلتش أبدًا قبل كده في حياتك. بتستخدم علشان تعبّر إن أنت الحاجة دي ما حصلتش أبدًا في حياتك. طيب باستخدمها إزاي؟ نفس الاستخدام بعد الفعل المساعد اللي هي have أو has وقبل الفعل الرئيسي. طيب خلّينا نشوف كده، يعني أنا ممكن أقول لك I have never been to Paris. طيب يبقى هنا لم أزُر أو ما كنتش في باريس قبل كده، يبقى دي بتدّي معلومة للمستمع إن الفعل ده أو التجربة دي أنت ما عملتهاش أبدًا في حياتك، تمام؟ عملت إيه؟ حطيت I have برضه الفعل المساعد have أو has، حطيت never بعد كده الPP أو التصريف التالت.
طيب ندخل بعد كده عندنا ever وever باستخدمها مع السؤال أو مع النفي. طيب خلينا نشوف، يعني مثلا ممكن أسأل حد have you ever traveled to Paris؟ have you ever traveled to Paris؟ يعني هل سبق لك من قبل إنك سافرت باريس؟ وأنا استخدمت إيه؟ استخدمت ever. طيب ممكن أستخدمها إزاي مع النفي؟ يعني ممكن أقول I haven't ever traveled to Paris، أنا ما سافرتش باريس قبل كده. وخلي بالك إن معنى I haven't ever traveled to Paris ممكن نفس المعنى I have never traveled to Paris، هي نفس المعنى لما أقول لك I have never traveled to Paris، أنا لم أسافر باريس من قبل، نفس المعنى اللي أنا لم يسبق لي إن أنا أسافر لباريس قبل كده، الاتنين نفس المعنى. يبقى إذا خدنا never معناها لا أو لم، بنستخدمها عشان نعبر إن الحاجة دي أو التجربة دي ما حصلتش معايا قبل كده، وever معناها من قبل أو سبق لك، وبنستخدمها مع السؤال أو مع النفي، ولو جيت نفيتها بتدي نفس معنى never. طيب كويس جدا، تمام يا شباب. لحد كده خليني بقى أقول لك على كم ملحوظة مهمين جدا على استخدام never وever. طيب احنا زي ما خدنا ان never بتيجي بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي، ولكن انا ممكن اجيبها اول الجمله عادي، وهنا استخدام رسمي او ممكن تقول في الكتابات الادبيه اكتر. يعني مثلا لما اجي اقول لك I have never seen such a beautiful view، يعني انا ما شفتش منظر جميل زي كده. ممكن اقول ايه never have I seen such a beautiful view، never have I seen such a beautiful view. حطيت never في البداية بعد كده have وبعد كده السبجكت وكملت الجملة عادي. ده برضو بنستخدمها، ممكن تجي لك بالصورة دي بعرفك عشان لو جات لك كده ما تتخضش أو تتلخبط. عايز أقول لك برضو على كام صيغة من استخدام ever و never بيدونا نفس المعنى. يعني ممكن أجي أقول لك this is the first time I have ever seen such a beautiful view، ده أول مرة في حياتي أشوف منظر بالجمال ده. طيب ممكن أقولها إزاي؟ This is the first time for me to see such a beautiful view. طيب عملت إيه هنا؟ أول جملة قلت this first time I have ever seen such a beautiful view، يعني دي أول مرة في حياتي أشوف المنظر الجميل ده. طيب في تاني جملة قلت this is the first time for me، حطيت for بعد كده ضمير مفعول for me to والمصدر to see such a beautiful view، إن أنا أشوف منظر جميل بالشكل ده. الاتنين هنا جايين بنفس المعنى. ونخلي بالنا برضو يا شباب ان انا ممكن استخدم ever مع صفات التفضيل. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني ممكن اقول لك he is the tallest man I have ever seen، he is the tallest man I have ever seen. طيب عملت ايه؟ قلت لك he is the tallest man، هو اطول راجل I have ever seen، انا شفته على الاطلاق او من قبل. يبقى استخدمنا هنا ever مع صفات تفضيل. ممكن اقول نفس الجمله بطريقه تانية، يعني ممكن اقول I have never seen such a tall man، I have never seen such a tall man. عملنا ايه؟ استخدمت هنا never، ان انا عمري ابدا في حياتي ما شفت راجل طويل كده. تمام، يبقى هنا برضو الجملتين نفس المعنى. ناخد بالنا ان هنا كتبناهم بصيغ مختلفة، ولكن كل واحدة فيهم بتساوي التانية في المعنى بالظبط. طيب خليني اقول لك جملة كده واشوفك هتعرف تحلها ولا لا. انا مش هحلها معاك، ولكن لو انت عرفت تحلها اتمنى تكتب لي الحل في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. Nobody has not said nobody has not said that to me before. Nobody has not said that to me before. مفيش حد بلغني او قال لي الكلام ده قبل كده. طيب الاختيارات عندنا yet always ever never. يا ترى الاجابة هتبقى ايه؟ اكتب لي اجابتك في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك بنفسي. طيب فاضل بعد كده إيه معانا يا شباب؟ فاضل حاجة بسيطة وهي yet. yet معناها إيه؟ yet معناها حتى الآن، وبنستخدمها مع النفي أو السؤال. يعني ممكن أقول لك I haven't finished my homework yet، يعني أنا لسه ما خلصتش واجبي لحد دلوقتي. طيب أستخدمها مع السؤال إزاي؟ ممكن أقول have you finished your homework yet؟ وخلي بالك جت هنا في آخر السؤال have you finished your homework yet، وبرضه في الجملة النفي جت في آخر الجملة I haven't finished my homework yet. طيب كويس جدا. طيب خلّي بالك إن في حاجة تانية ممكن أستخدمها تدّيني نفس المعنى من غير ما أحُط yet، وهي إيه؟ أستخدم still. أستخدم إيه؟ still اللي هو إيه؟ أمّا آجي أقول لك I am still doing my homework، I'm still doing my homework، يعني إن أي معناها إن أنا لا أزال باعمل الواجب بتاعي، لا أزال باعمل الواجب بتاعي. طب مش هي دي نفس المعنى لمّا آجي أقول لك I haven't finished my homework yet، إن أنا لسه ما خلّصتش الواجب بتاعي حتى الآن، فإذًا معنى الكلام إن أنا لسه باعمله، فإذًا دي بتساوي في المعنى I'm still doing my homework، I'm still doing my homework، إن أنا باعمل لسه الواجب. وخلّي بالك استخدمت هنا إيه؟ الpresent continuous، المضارع المستمر، حاجة بتحصل دلوقتي.
طيب حلو جدًا. فاضل دلوقتي آخر حاجتين معانا وهُم مهمين جدًا وسهلين جدًا، وهي since و for. since و for. وعارف إن كتير جدًا منكم بيتلخبط ما بينهم، ولكن مش عايزك تحمل هَمّهم خالص، هاشرحهم لك بطريقة سهلة وبسيطة جدًا. أول حاجة خلّينا نبدأ بsince. since معناها منذ، وبنيجي وراها بداية حدث. بييجي وراها إيه؟ بداية حدث. يعني إيه بداية حدث؟ يعني أمّا أقول لك الحاجة دي بدأت إمتى، تمام؟ يعني مثلًا أمّا آجي أقول لك I have lived in Cairo since 1999. يعني أنا عايش في القاهرة من سنة 1999. I have lived in Cairo since 1999. أنا قُلت لك هنا 1999 ده إيه؟ بداية الحدث since 1999 بداية الحدث. برضه ممكن أقول he has played football since he was young. he has played football since he was young. هو بيلعب كرة القدم منذ طفولته أو منذ ما كان هو صغير. حاجة حصلت باقول من بداية الحدث. يبقى إذًا هنا since بييجي بعديها بداية الحدث نفسه. طيب بالنسبة لfor بتيجي المدة الزمنية. يعني إيه المدة الزمنية؟ يعني لو جيت قُلت لك I have lived in Cairo for 5 years. يعني أنا عايش في أو عِشت في القاهرة لمدة 5 سنين. I have lived in Cairo for 5 years. ذكرت بعد for هنا إيه؟ 5 years اللي هي المدة الزمنية اللي هي ال5 سنين. فهنا بييجي بعديها مدة زمنية. مش عايزك بقى تحفظ بعد since بييجي كلمات كذا وكذا وكذا، وبعد for بييجي كلمات كذا وكذا، لأ خالص. أنا عايزك تفهم إن بعد since بداية المدة الزمنية أو بداية الحدث، أمّا بعد for هي المدة الزمنية نفسها. هاقول لك طريقة أسهل. لو جيت قُلت كلمة بقى لي بالعامية كده ولقيت الجملة مشيت هتحط for. طيب إزاي؟ ناخد الجملة اللي قُلناها من شوية إن أنا I have lived in Cairo for 5 years. يعني أنا عايش في القاهرة بقى لي 5 سنين. لو حطيت كلمة بقى لي قبل المدة والجملة مشيت عادي، إذًا هنا تحط for. طيب خلّينا نشوف. لو جيت قُلت لك I lived in Cairo since 1999. أنا عايش في القاهرة بقى لي 1999. الجملة مش منطقية، الجملة مش مضبوطة. في حاجة اسمها أنا عايش من القاهرة بقى لي 1999؟ لأ، هييجي بعديها مدة. فأنت أهو طريقة سهلة. لو حطيت كلمة بقى لي ولقيت الجملة ماشية تمام، يبقى أنت هنا هتستخدم for. تمام؟ مش عايزك بقى تقعد تحفظ بعد since بييجي إيه وبعد for بييجي إيه. طيب ممتاز جدًا لحد كده. خلّي بالك أنا ممكن أبدِّل في الجملة ما بين since و4 والمعنى ما يتغيّرش، بس هاغيّر حاجات في الجملة. إزاي؟ يعني لو جيت قُلت لك I haven't seen him since 2020. أنا ما شُفتوش من سنة إيه؟ 2020. I haven't seen him since 2020. يعني ده بقى له كام سنة؟ يعني 4 سنين. ممكن أغيّر حاجات في الجملة ويدّيني نفس المعنى، فهتبقى إيه؟ I haven't seen him for 4 years. يعني أنا ما شُفتوش من 4 سنين. عملت إيه هنا؟ هو نفس الحاجة نفس المعنى. أنا بدل ما أقول لك أنا ما شُفتوش من سنة 2020 أو منذ 2020، قُلت لك أنا ما شُفتوش بقى لي 4 سنين. عملت إيه؟ I haven't seen him since 2020. أنا ما شُفتوش منذ اللي هو إيه 2020 ده بداية الحدث اللي أنا ما شُفتوش فيه. وغيّرتها وعملت I haven't seen him for اللي هي الفترة أو المدة نفسها for 4 years 4 سنين لمدة 4 سنين. خلّي بالك برضه ممكن أستخدم ago بدل من for وsince، ولكن هنا لمّا آجي أستخدم ago هاستخدم معاها الpast simple. طيب إزاي؟ لو جيت قُلت لك جملة زي I have worked here since 2020. أنا باشتغل هنا من سنة 2020 أو I have worked here for 5 years أو أنا باشتغل هنا لمدة 5 سنين. يبقى أول واحدة أنا باشتغل هنا من سنة 2020، تاني واحدة أنا باشتغل هنا بقى لي 5 سنين. أول جملة قُلنا I have worked here since 2020. أنا باشتغل هنا منذ سنة 2020. ده بداية الحدث. تاني جملة قُلنا I have worked here for 5 years. أنا باشتغل هنا من 5 سنين. قُلت المدة نفسها أو بقى لي 5 سنين. طيب ممكن أقول نفس المعنى ولكن باستخدام ago والpast simple. طب هتبقى إزاي؟ ممكن أقول I started أو ممكن أقول I began اللي هو الماضي بتاع began اللي هو بدأ. يعني أنا بدأت. ممكن أقول to والمصدر to work أو ممكن أقول الverb ing working. يعني I started working أو to work here وأقول المدة مثلًا 5 years ago. يعني أنا باشتغل هنا من 5 سنين. عملت إيه؟ حطيت started أو began بعد كده to المصدر أو verb ing وبعد كده كمّلت الجملة عادي. حطيت المدة الزمنية وبعد كده ago. تمام؟ زي ما قُلنا I started working أو to work here بعد كده 5 years ago. تمام؟ دي بتساوي في المعنى الاستخدام بتاع since أو for. يبقى كده يا شباب عرفنا استخدام since و for، وإن since بييجي بعديها بداية المدة الزمنية أو بداية الحدث، و for بييجي بعديها
المدة نفسها. وإزاي أقدر أستخدم since مكان for أو for مكان since. كل اللي عليك هتعمله إنك تجيب، لو هتستخدم مثلًا for مكان since هتشوف الفترة قد إيه وتحسبها بعدد الفترة كمدة بقى، سواء دقايق أو ساعات أو سنين أو أيام، وتحط الفترة بعد for. قُلت لك لو هتحوّل من for لsince هتشوف بداية الحدث كان إمتى. وعرفنا إزاي نقدر نستخدم الpast simple في نفس الجملة باستخدام ago هيدينا نفس معنى for أو since. طيب خلّيني أدّيك جملة بسيطة كده وأشوف هتعرف تحلّها والّا لأ. لو عرفت تحلّها اكتب لي الحل في التعليقات. لو جيت قُلت لك sadly يعني للأسف my uncle has been ill. my uncle has been ill. نقط he was a child. نقط he was a child. طيب خلّيني أقول لك ال4 اختيارات for, since, when, ago. شوف الاختيار المناسب واكتب لي في التعليق وهارُد عليك بنفسي. كده يا شباب يبقى خلّصنا بفضل الله الجرامر الخاص بunit 3 بالكامل. انتظروني إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير هنشرح باقي المنهج ونحل مع بعض، وهيبقى في فيديوهات مجمّعة لمراجعة المنهج بالكامل. أتمنى منكم تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو لزملائكم علشان الفايدة تعُم على الجميع. ما تنساش تشترك في الجروب اللي أنا عامله لك على الفيسبوك، هتلاقي اللينك في الوصف تحت. شكرًا جدًا لمشاهدتكم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.